اهلا بيكم في تاني حلقات وايت فايتر، واللي هنتكلم فيها عن مباراة الزمالك وسموحة على استاد بترو سبورت يوم الاحد 24 يناير 2016. بعد المجهود الكبير اللي عمله نادي الزمالك في مباراة المصري في استاد اسماعيلية والفوز بهدف مصطفى فتحي، قرر المدير الفني احمد حسام ميدو وحازم امام ان هم يبداوا مصطفى فتحي في الماتش ده. 3 لعبوا خلف باسم مرسي راس الحرب الوحيد، شيكابالا وكهربا مع مصطفى فتحي، واثنين ديفندر كوفي بالاضافه لطارق حامد، وتثبيت الرباعي الدفاعي علي جبر وديودار قلب الدفاع، وعلى الاطراف عمر جابر وحماده طلبه، وكالعاده الحارس احمد الشناوي. في مقابل الفريق السكندري فريق سموحه ومديره الفني ميمي عبد الرازق والكابتن محمد صلاح ابو جريشه لعبوا بتشكيل معظمه لعيبه عندها خبره بالدوري الممتاز، لعيبه لعبت للانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي، وبعضهم مثل مصر الدوليه. حارس مهدي سليمان بيلعب كواكو اللاعب الافريقي كظهير ايمن، وايمن اشرف كظهير ايسر، ولعب قلب دفاع محمود عزت وشريف حازم اللي كان لاعب سابق في النادي الاهلي، ولعب 3 ديفندر في وسط الملعب عشان يوقف خطوره لعيبه نادي الزمالك. لعب مانجا بالاضافه الى عمرو المنوفي وابراهيم صلاح، وهنا قوسين بين قوسين ابراهيم صلاح، ولعب 2 على الاطراف سواء تمساح او هاني عجيزي عشان يوقف خطوره عمر جابر وحماده طلبه، وراس حربه وحيد حسام باولو. 4-3-2-1 يعني طريقه شجره الكريسماس بالنسبه لفريق سموحه. بدايه المباراه شفنا انفرادين من اسهل ما يمكن لكهربا وباسم مرسي، وشفنا السنه اللي فاتت باسم مرسي في الانفرادات سواء مباراه المصري في استاد اسماعيليه كسب بيها نادي الزمالك او هدفه الاول في كاس مصر، والامثله كتيره جدا انفرادات باسم مرسي ما كانش بيضيعها. نفس الشيء بالنسبه لكهربا في بدايه الموسم. مهاجم ثقه، لو ثقه هربت من المهاجم او اهتزت بنسبه ضئيله ولو بيفقد الثقه في نفسه، السيلف كونفدنس مهمه جدا بالنسبه لاي مهاجم. وشفنا السنه اللي فاتت باسم مرسي وبيسجل في مباريات عديده زي مباراه المصري في الاسماعيليه، زي مباراه الاهلي في نهائي كاس مصر الهدف الاول. كهربا نفس الشيء في بدايه الموسم، ولكن الثقه دي اهتزت، فخلاص اترفعت معنويات مهدي سليمان، واصبح لعيبه نادي الزمالك عندها خوف في كل كوره تدخل فيها منطقه جزاء فريق سموحه. ملاحظاتي على التشكيل: اولا مصطفى فتحي بديل رائع للغايه، لانه بيرفع معنويات لعيبه نادي الزمالك لما تشعر ان في بديل زي ده على مقاعد البدلاء وهينزل في اي وقت مباراه، والعكس صحيح بالنسبه للمنافسين لما يشعروا ان مصطفى فتحي بيجري عمليات الاحماء والتسخين وهيتم الدفع بيه، بيبقى عندهم مشكله ذهنيه بيفكروا فيها طوال الماتش. تاني حاجه وجود كوفي في مركز الديفندر، في بعض اللاعبين بتقدر تستخلص الكره من المنافسين في بقعه معينه او جزء معين من الملعب، زي عمر جابر على الطرف، زي علي جبر في منطقه قلب الدفاع، ولكن لو راح لنص الملعب ممكن يتوه، وده اللي حصل مع كوفي. فكان نادي الزمالك فاقد نص قوته تقريبا في منطقه وسط الملعب بوجود كوفي، وانتهت معركه خط الوسط تماما لمصلحه فريق سموحه باصابه طارق حامد وتغييره ونزول معروف. عشان تحصل على العسل لازم يبقى عندك ملكات وشغالات، مش لازم يبقى عندك ملكات فقط وشغالات فقط، لازم يكون في النوعين. ما اقصده بالملكات هم اللاعبين اصحاب المهارات الخاصه اللي يقدروا يصنعوا لك الفارق امام الفرق الاخرى. والشغالات هم اللعيبه اصحاب الهارد وورك اللي يقدروا يستخلصوا الكوره. بدون ده لن تستطيع الحصول على العسل، والعسل في النهايه هو الفوز وال3 نقاط. نزول شيكابالا الغير مبرر في بعض النقاط كنت بشوفه على حدود منطقه جزاء نادي الزمالك بين علي جبر وديودار عشان يستلم الكوره. ده ادى فرصه لدفاع نادي سموحه ان هو يلعب مرتاح، كان لازم شيكابالا يضغط على دفاع فريق سموحه. ايضا لجوء للكرات الطوليه سهل مهمه مدافعي سموحه، وده مش اسلوب ولا ستايل لعب نادي الزمالك في الوقت اللي كنا بنشوف فيه مهاجمي نادي سموحه ملتزمين تكتيكيا الى حد كبير جدا. انا شفت تمساح مع حماده طلبه راجع على حدود منطقه الجزاء، شفت هاني العجيزي راجع مع عمر جابر، وده الضغط اللي شكله فريق سموحه على مفاتيح لعب نادي الزمالك. زي ما قلت لكم معركه خط وسط فقدت تماما باصابه طارق حامد، حتى نزول معروف يوسف اللي عمل كميه من الميس باس، باصات مقطوعه الى حد كبير جدا اللي هي وسيله الربط بين خط المدافعين والمهاجمين، ادى الى انهيار اداء نادي الزمالك مع بدايه الشوط الثاني تحديدا.
هدف عمرو المنوفي كان فيه خطأ كبير جدا سواء في الرقابة أو في التغطية من عمر جابر وعلي جبر اللي أشدنا بيهم في المباراة السابقة أمام المصري في استاد إسماعيلية. وده ديك انطباع إن اللعيب المصري ما بيقدرش يحتفظ بمستواه مباراتين متتاليتين، مرة فوق ومرة تحت، ولكن حدث ودخل مرمى نادي الزمالك هدف، فكان لابد من التعويض. الأسطورة يوهان كرويف، أسطورة الكرة الهولندية والعالمية، لما كان بيدرب فريق برشلونة عمل الوصايا العشر لكرويف. من ضمن هذه الوصايا انتقد كتير جدا الحقيقة، ولكن في النهاية أثبت إن هو مع حق. قال لك لما تكون مغلوب وعايز تتعادل أو متعادل وعايز تكسب، كل المدربين في العالم بينزلوا مهاجم، وده اللي عمله ميدو، نزل محمد إبراهيم، ولكن المفروض تنزل لاعب خط وسط مدافع يقدر يستخلص الكرة دي، لأن طول ما الكرة معاك هتقدر تسجل، إنما لو فقدت الكرة شيء طبيعي وبديهي إن أنت ما تعرفش تسجل. كان نزول محمد إبراهيم إعلان صريح بمهاجمة نادي الزمالك لفريق سموحة، لأن كرويف تبريره إن المدرب الآخر قاعد هينزل لك مدافع، وبالتالي هتبقى في زحمة في منطقة الجزاء بالنسبة للفريق المنافس وهتعجز عن التسجيل. نزول لاعب خط وسط مدافع كان مهم جدا، ولكن هو فين خط وسط المدافع؟ أحمد توفيق عنده مشكلة كما علمنا مع التجنيد. إبراهيم صلاح اللي زي ما قلت في بداية حديثي بين قوسين وانتقاله لفريق سموحه وهو لاعب بيلعب في منتخب مصر، لاعب دولي، وكان هيقدر يفيد نادي الزمالك كثيرا في هذه المباراه. ده بالعكس ده لاعب قصاد نادي الزمالك. يا جماعه طارق حامد في فورمه عاليه جدا عشان شايف وراه واحد زي ابراهيم صلاح بيتدرب، وعشان كده بيبذل اقصى مجهود عنده. ما كان يجب ابدا الاستغناء عن ابراهيم صلاح في هذه الفتره الحرجه بالنسبه لنادي الزمالك في طريقه للحفاظ على اللقب. إذا كان هناك اخطاء لبعض لاعبي نادي الزمالك في هذه المباراه، فاخطاء الجهاز الفني لسموحه ساعد كتير نادي الزمالك انه يصل الى نقطه التعادل. منها التغييرات اللي عملها الجهاز الفني بخروج تمساح وخروج هاني العجيزي، وده كان اعلان صريح لنادي الزمالك ان هو يهاجم، نادي سموحه هيلعب دفاع باقي المباراه، وده اللي ادى الى ان نادي الزمالك يتمكن من تحقيق التعادل. رجوع كوفي ومعروف يوسف في نهايه المباراه لخط الدفاع، واحد كظهير ايمن واحد كظهير ايسر، ايضا اعتراف بان هم لم يؤدوا الدور اللي كان مطلوب منهم، وتقدم حماده طلبه بالاضافه لعمر جابر في خط الوسط، وشفنا هدف التعادل الرائع بالنسبه لحماده طلبه. بصفه عامه نادي الزمالك كان ممكن يكسب هذه المباراه وكان ممكن يخسرها، ولكن ان تهدر 4 فرص محققه بنسبه 100%، كهربا، باسم مرسي، ثم محمد ابراهيم الكره اللي عملها له شيكابالا بالكعب، وبعد كده محمد ابراهيم. لما اتعادلنا اعتقد لا تلومن الا نفسك، لان كان ممكن تفوز بهذه المباراه، ايضا كان ممكن تخسر لنادي سموحه واتيحت له فرصه في نهايه المباراه انقذها الشنيان. تعادل مش وحش، وخصوصا ان نادي سموحه عمل نتائج كويسه، شفنا مبارياته امام الاهلي، امام الاسماعيلي، امام الاتحاد السكندري، ولكن اتمنى يكون في اعتناء بالتشكيل في الفتره القادمه، ولا يلعب الا اللاعب الجاهز وفي مركزه. اشكركم وبالتوفيق لنادينا ان شاء الله في المباريات القادمه.